ازيكم كل متابعين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. رجعلكم فيديو جديد. النهارده هنعمل اكبر تورتايه. هنعمل تورتايه النهارده مقاس 30 في 40، وهنعملها من ساق 30 في 40. تمام. هقول لكم على طريقتين ممكن تقدروا تعملوا فيها يعني تعملوا التورتايه مقاس 30 في 40 بطريقتين، وطبعا الطريقه اللي تريحك تقدري ان انت تشتغلي بيها. انا اشتغلت بالطريقه اللي تريحني والاوفر في الوقت والاوفر كمان في ايه، في الخامات. تمام. تابع معايا الفيديو للاخر كده، ولو انت اول مره تشوفيني او مره تشوفي القناه بتاعتي يا ريت تشتركي في القناه كده وتفعل الجرس على الكل، عشان طبعا كل ما انزل فيديو جديد يوصل لك اشعار جديد مني. اول حاجه كده يا بنات، انا هعمل التورتيه دي من ساق 30 في 40. انا عندي ساق 30 في 40. تمام كده. وعندي ساق 40 في 60، فده هياخد 3 بيضات، ويعني الساق 30 في 40 هياخد 3 بيضات. خلاص. فانا بصراحه عايزه اسرع وقت كده واعمل التورتيه بتاعتي في السريع، يعني ورا بعض كده. خلاص، مش ما استناش لغايه ما الصاج بتاعي يطلع عشان اعمل الصاج اللي بعده. اول حاجه كده، انا كنت جايبه شويه مشتريات، يعني كان حد في المنطقه اللي انا بجيب منها الشغل وكده، فخليته يجيب لي نوتيلا. وانا بستخدم طبعا نوتيلا سما بني وابيض، وكنت جايبه عجينه سكر وجيلو فراوله وايه ومربى حليب. تمام. ان شاء الله اما اجيب لكم مشتريات ابقى اصور لكم الفيديو وانزل لكم بالاسعار وكده. اول حاجه كده انا هعمل صاج 30 في 40. خلاص كده. الصاج 30 في 40 بستخدم له 3 بيضات و300 جرام من الاسبونج، معلقه محسن جل، وطبعا ما تكونش ملانه، يعني تكون بتاعه الاكل بس ايه، مش ملانه او مش هرميه يعني. ومعايا فانيليا ربع كوبايه من الميه، بضربهم في العجان ضرب كويس جدا جدا من 4 ل5 دقايق، ما تزوديش في كميه الضرب. انا بوريكم المحسن اللي انا بستخدمه من اول معلقه لاخر معلقه شفاف. خلاص كده. لان انت طبعا لو ضربتي الاسبونج زياده عن اللزوم بيسيح منك، ف ما بيبقاش احسن حاجه، ما بيديكي الارتفاع الحلو، بيبقى هشش جدا زياده عن اللزوم، لان انت مدخله فيه كميه هواء رهيبه. خلاص. ده صاجة 30 في 40. فانا حطيت ورق حواوشي. الورق ده طبعا بجيبه من محل مستلزمات الورقيات والاوراق واطباق الفوم والكراتين والقواعد، فبجيب منه الكيلو على 35 او 40 تقريبا، بيبقى ما شاء الله فيه كمية كبيرة. خلاص. المهم ان انا طبعا لازم بالاسباتيولا كده من فوق لتحت، عشان لو في دي لسه في قاع البولة او كده. هنزل طبعا كل الاسبونج بتاعي كده في الصاج وافرده. كنت طبعا مشغلة الفرن على درجة حرارة عالية قبل ما اشتغل في الاسبونج بتاعي. تمام. الاسبونجات يا جماعة بتاعة الصاج لازم طبعا تدخل على درجة حرارة عالية عشان تطلع معاكي بصوا حلوة، ما بقاش فيها فراغات كتير. خلاص. عايزه اتكلم معاكم بقى في موضوع. انا سمعت حد او شفت كومنتات كده على الفيس، في حد ما يعني عنده بيج وكده، بيعمل كورسات اونلاين، آم، عامله يعني عامله شغل. ففي حد دخل في الكومنتات يقول لها ايه، طب ماشي، طب ما قولي لنا مثلا الطريقه وكلام من ده. هو رد واحد بس اللي كانت بترد عليهم، الكورس، انا ده كورس ومش عارفه وكده. في حد بيقول لها طب افرضي انا مثلا ما عنديش امكانيه ان انا ادخل الكورس، وحابه ان انا اشتغل واعمل مشروع وكلام من ده. لا لا، انا واخده انا الكورس ده بمبلغ ومش عارف ايه، ومش هديك المعلومه كده وكلام. عايزه اقولك على حاجه، يعني بلاش ذكر اسماء، يعني ان لو انت عملتي حاجه، يعني طلعتي معلومه كده منك لنفسك لله، فربنا بقى مع الواحد كده وبيزيدوا علم وبيزيدوا يعني حاجات حلوة. تمام. عايزة اقول لكم ان انا اول ما انا اشتغلت، انا بقول لكم على الخبرة بتاعتي، ومش هقول لكم ان انا خدت كورسات. انا ما خدتش كورسات، ولا دخلت لحد ان انا مثلا اقول له قول لي دي ايه، او مثلا عملت ده كذا وطلع مش كويس او كده. الحمد لله يعني بفضل ربنا. هقول لكم الاول الصاج ال40 في 60. اخدت له قد ايه، اخدت له 7 من البيض و700 جرام من الاسفنج، معلقه محسن جل كبيره، 3/4 كوبايه من الميه والفانيليا، وضربتهم لان عملته شوكولاته، لان انا هعمل طبقه شوكولاته. والصاج ال40 في 60 ال30 في 40 عملته طبعا فانيليا، والطبقه اللي هتبقى فوق هتبقى شوكولاته. يعني انا هقسم الصاج ال40 في 60 نصين. تمام كده.
وهتشوفوا طبعا وانا بقطع السبونج معاكم. انا طبعا عايزه اعمل 3 طبقات ومستعجله ومش حابه ان انا مثلا اقعد كتير وكده، ان انا استنى لما الصاج يطلع من الفرن وكده. خلاص. المهم ان انا اول ما بدات الشغل بتاعي اشتغلت على نفسي الاول. لازم اهم حاجه تشتغل على نفسك. تشتغل على نفسك ان انت مش تشتغل على نفسك مره واحده كمان يعني، لا، تشتغل على نفسك مره واتنين وتلاته وتبوظي وترجعي تعملي تاني، ويبقى عندك اصرار وعزيمه ان انت تطلعي شغل كويس. ان انت مثلا ايه، مش عشان انت فشلتي اول مره يبقى كده الموضوع فشل معاكي ومش هتقدري ان انت تكملي. لا، لازم تكون عندك الجرأة، لازم تكوني قويه، ولازم يكون عندك اصرار كده وعزيمه ان انت لأ، ده أنا هاكمّل كده واشوف الدنيا فيها إيه. فأنا عملت كده بالضبط، إن أنا قررت إن أنا أشتغل، وجات واحدة واحدة لغاية ما الحمد لله ربنا رضاني، الناس عرفتني، عملت جروب، عملت صفحة، والحمد لله. فعايزة أقول لِك اشتغلي على نفسِك، بدل ما يعني مثلًا ما حد يقول لِك كلمة تجرحِك أو تزعّلِك أو كده، لأ، اشتغلي على نفسِك. حاولي إن أنتِ مثلًا تجيبي قناتي، تجيبي قناة حد تاني، زي ما إحنا طبعًا اتعلمنا. يعني أنا لمّا جيت أتعلم، أنا ما اتعلمتش كده مني لنفسي، لأ طبعًا دخلت على قنوات ودخلت على ناس، وبقيت طبعًا في ناس كتير كانوا بيعملوا وصفات أو بيعملوا مثلًا الإسبونج وفيه حاجة غلط. أنا كنت طبعًا ما ارضاش إن أنا أعمل الحاجة الغلط دي، تمام. يعني كان برضك في ناس بيعملوا حاجات غلط، فأنا كنت دايمًا إن أنا باصحح لنفسي، تمام. وفي نفس الوقت بقيت مثلًا أعمل الحاجة ورا حد وتطلع معايا ناجحة. خلاص. فعرفت بقى إن أنا تتعلمي مع نفسِك كده هتنجحي. لكن إن أنتِ مثلًا تستني لغاية ما حد يديكِ معلومة، لأ، ما تستنيش، مش هتطلعي، مش هتنجحي. آآ أو مش هتعدّي بمعنى أصح يعني. خلاص. لإن في الزمن بتاعنا ده ما فيش حد بيدّي حاجة كده ببلاش. خلاص. كون مثلًا إن أنا عاملة قناة بانزّل لكم مثلًا فيها حاجة أنا بقى يعني عاملاها، مع إن طبعًا أنتم عارفين إن القناة بتاعتي لسه صغيرة وما فيش فيها ربح وكده، بس أنا حابة الشغلانة وده شغلي وحابة الشغلانة. طب ليه ما افيدش غيري؟ يعني أنا ليه ما افيدش غيري زي مثلًا ما غيري فادني. خلاص. لو بمعلومة صغيرة. فأنتِ دخلتِ الفيديو بتاعي ده وشُفتِ الفيديو بتاعي، شُفتِ الكلام بتاعي، شُفتِ المقادير، حابة تعملي تورتاية 30 في 40 زي ما أنا عملتها، خدتِ معلومة أو خدتِ المقادير وعملتيها وطلعت معاكِ صح، مش محتاجة منِّك إلا دعوة بس. خلاص. مش هاقول لِك مثلًا كورسات، مش هاقول لِك مثلًا ده بفلوس أو كلام من ده، محتاجة منِّك دعوة بس. محتاجة منِّك إن أنتِ تحطّي اللايك، ولو ما اشتركتيش في القناة تشتركي في القناة. تمام كده. أنا بس حبيت إن أنا أعلّق على اللي أنا شُفته على التعليق بتاع الفيس ده. بجد التعليق ضايقني بجد يعني. فليه؟ طب ما تعملي حاجة لربنا، اعملي حاجة لدنيتِك، حاجة تعود لِك إن حد مثلًا يدعي لِك دعوة. يعني والله عايزة أقول لكم أقسم بالله، أنا لمّا بانزّل فيديو وبالاقي حد يدعي لي دعوة، والله أنا بابقى في قمة سعادتي وبابقى مبسوطة جدًا، جدًا، جدًا. بُصّوا ما تتوقعوش أنا بابقى مبسوطة إزاي يعني. بابقى حابة إن أنا أنزّل لكم فيديوهات وأعيد لكم اللي أنا ب ب باشرحه تاني عشان أسمع دعوة كويسة منكم بصراحة يعني. بس، فده اللي أنا كنت عايزة أقوله لكم يعني. إيه اللي خلّاني بقى إن أنا أعمل الصاج ال40 في 60؟ أنا قُلت بدل ما كل شوية أقعد أعمل صاج واستنى على ما يطلع من الفرن والكلام من ده، عملت الصاج ال40 في 60 وقسمته نُصّين وعملت كده زي ما أنتم شايفين. على فكرة البورد اللي أنا شغّالة عليه أكبر من 30 في 40، تمام. فالتورتاية زي ما أنتم شايفين كده محطوطة على البورد أكبر من 30 في 40 يعني بسنتي ونُص تقريبًا يعني. فبعد أمّا التورتاية بقى تتجلِّس وكده هتبقى 30 في 40 بالضبط. فأنا عملت زي ما أنتم شايفين كده. طبعًا شايفين ارتفاع التورتاية بسم الله ما شاء الله حاجة كده جميلة جدًا. خلاص. الارتفاع بتاع التورتاية حلو، التجليس أصلًا حلو. فالتورتاية ديّة هتتعمل النهارده بصورة غذائية، وهاقول لكم النهارده برضه هتحافظي على الصورة إزاي وتعملوها إزاي إن هي ما تبوظش منِّك. يعني في ناس يقول لِك إحنا بنحط الصورة بتبوظ مننا على الكريمة وتعمل فقاقيع وكلام من ده. أقول لكم تتجنبوا الموضوع ده إزاي. وعايزة أقول لكم برضه إن أنا كنت في يوم من الأيام اشتغلت كده برضه ووقعت في نفس المشكلة، بس ما لقيتش حد قال لي مثلًا اعمليها بكذا أو كذا أو كده يعني. كنت الأول أول تورتاية جات لي بصورة غذائية عملت تحتها نوتيلا. أنتم فاهمينّي؟ فالنوتيلا طبعًا فيها زيت وكان والكريمة فيها مَيّة، فبتيجي تبُصّي تلاقي إيه، بوّشت الصورة.
لازم طبعا الصورة الغذائية بتحط تحتها شوكولاتة خام، زي ما انتوا هتشوفوني دلوقتي بعملها. شوكولاتة خام، تحطوا التورتاية تسقع حلو كده، بعدين تحطوا على ظهر تقلبوا الصورة كده على الورقة اللي جاية تحتها، وتحطوا شوكولاتة خام وتفردوها على ظهر الصورة وتحطيها على التورتاية. بس انسي بقى التورتاية لو حتى حطيتها في الفريزر، مش هيجرى لها اي حاجة. انا بعد ما جلست التورتاية زي ما انتوا شايفين كده، انا طبعا ما بسيبش التورتيه. ان انتوا تشوفوا مثلا الفيديو بمثلا 10 دقايق 15 دقيقة، انا ممكن اقعد اجلس في التورتيه كده براحتي بال10 دقايق لو تورتيه كبيرة. لكن لو تورتيه صغيرة 3 4 دقايق بكون مخلصاها. فلازم اطلع التورتيه، بصوا، مسطرة. لو حاسة ان في حتة عالية حتة واطية بزود لها كريمة بظبطها. اول حاجة انا كنت بس بشوف هعمل الصورة ازاي. المهم يا بنات، جيت كده جبت الصورة. طب احفظ الصورة ازاي لو انا عندي تورتاية بعد يومين او مثلا بعد اسبوع؟ انا بجيب الصورة من المكان اللي انا بعملها منه. لو انت مثلا دي صورة بعجينة سكر قابلة للاكل، خلاص. بروح للمكان اللي انا بعملها فيه. طبعا اي محل حلواني. انا عايزة صورة بالشوكر شيت، او مثلا كارت او نص كارت، ده كارت كامل بنقص منه كمان حتة. خلاص كده بتيجي متغلفة طبعا في الكيس زي ما هي كده، حطيها في ضلفة المطبخ، ما تتعرضش للهواء، يعني مش تدخليها التلاجة. خلاص، حطيها في ضلفة المطبخ، ما تخافيش مش هجرالها اي حاجة خالص. لو اتعرضت للهواء هتنشف منك فهتتكسر منك، تاخدي بالك من الحاجات دي. خلاص كده بعد طبعا ما فردت الشوكولاته عليها زي ما انتم شايفين كده، حطيت الصوره، فرغت الهواء اللي كان في الصوره. لازم طبعا اي فراغات هواء كده تشتريها. وحطيت طبعا كمان جيلو من التلميع. عايزه اقولك بتفرق في لون الصوره، بتفرق في الشكل بتاع الصوره، بتظهر جمال الصوره من الاخر كده. الصوره طبعا بتبقى جايه كده تحسوها باهته ساعه ما بنحط عليها جيلو تلميع، بتفرق طبعا في شكل الصورة والألوان كمان. جبت بقى مربة الحليب، وعايزة اقول لكم ان مربة الحليب دي بتدي شكل حلو قوي للصورة، بتدي لها وقار كده، حاجة كده تحفة. تمام. اول حاجة كده هي كانت طالبة مني يكون فيها شوكولاتة، نصها شوكولاتة. فحبيت ان انا اعمل شكل يعني ايه مختلف شوية. بيني وبينكم يعني انا كنت قاعدة محتارة اعمل الشكل ازاي وكده. فلما يكون حد طبعا طالب مني شغل فملوش حاجة معينة او شكل معين، انا اللي ببقى محطوطة في الموضوع، بقعد افكر. طبعا عارفين يعني واحد كده دماغه بتبقى شغالة. بس والله انا لما بكون عاملة مثلا شغل بعمل بضمير، بشتغل بضمير، عايزة الحاجة تطلع احلى حاجة. فسبحان الله كده بتطلع لوحدها كده، يعني مش ببقى مرتبة لها، هو التزيين بيجي كده. وبتيجي في الاخر ما شاء الله التورتايه بتتكلم عن نفسها بمعنى اصح يعني. خلاص كده التورتايه دي عشان طبعا كل اللي هيسألني انت مطلعه التورتايه دي بكام، انا مطلعه التورتايه دي ب600 جنيه. تمام. مقاس 30 في 40، بالصورة ب600 جنيه. طيب انا ما عنديش صاج 40 في 60، ولا عندي صاج 30 في 40، وحابة اعمل تورتاية 30 في 40. هقولك تعملي ايه، بس عايزة اقولك على حاجة هي هتفرق معاكي في الوقت وفي الخامات. اللي هو ازاي؟ اقولك. بس اهم حاجة لو ما حطيتش اللايك بتاعك، حط اللايك بتاعك الجميل كده، كومنت جميل انك تقولي بتتابعيني منين. واهم حاجة يا بنات دعوة حلوة من قلبك كده عشان نكبر طبعا ونستمر معاكم. شفتوا الصينية اللي هي الوسط المستطيلة اللي بتبقى في المطبخ، اللي هي بتبقى التلاتة على بعض دول، في الصينية الوسط المستطيلة دي بتبقى 22 في مثلا 25، يعني بتبقى 22 ونص في 25 تقريبا. يعني ممكن بقى تفرق في مقاسات ولا حاجة في صواني تانية. خلاص، بس هي الصينية الوسط المستطيلة. الصينية دي هتاخد منك 6 بيض، وهتاخد منك 600 جرام من الاسبونج، هتاخد منك كمان معلقة محسن جل ونص كوباية من المية. خلاص كده، والفانيليا هتضربيهم حبة. لو عندك عجان اضربيهم مرة واحدة، لو ما عندكيش عجان اعملي كل نص لوحده. خلاص، وهتحطي الصينية في الفرن. لو عندك صينيتين تضربي الصينيتين وتحطهم في الفرن، وهتطلعي 3 طبقات من كل صينية. ويعني هتعملي واحدة شوكولاتة وواحدة فانيليا، هتعملي التورتايه 30 في 40. تمام. بس احنا مش هنوفر في الوقت لان هي هتقعد وقت ازيد في الفرن. الصينيتين طبعا هيقعدوا ممكن ساعه الا ربع. وهياخدوا البيض هيبقى زياده، الاسبونج هيبقى زياده.
فكده احسن في توفير في الوقت لو انت بتعملي بالصاج، وتوفير كمان في الخامات. بس انا بتكلم لو حد ما فيش عنده صينيه المستطيله بتاعه المطبخ دي. خلاص. بس طبعا بدل انت شغاله كده وفي البيت وكده ان بتطلعي اوردرات، لازم يكون عندك جميع الصواني، او مثلا او مش جميع الصواني، ممكن يكون عندك مثلا صاج 30 في 40، صاج 50 في 30 في 50 بتعملي منه الجاتو، وصاج 40 في 60. ممكن الثلاث صيجان دولت يغنوكي عن الصواني المستطيلة، ويغنوكي عن المقاس 14 و16 18 20. تفهميني؟ اللي هي المدورة دي هتغنيكوا على كل حاجة لو عندكوا الثلاث مقاسات دول. خلاص. يعني أنا أول ما ابتديت ما كانش عندي كل الأدوات كلها مرة واحدة، ده الأدوات دي جبتها كده يعني. مرة أجيب حلة من بتاعة الاسبونج، مرة أجيب صاج، مرة أجيب اسباتيول عجبتني، مرة أجيب مولد سيليكون. كده واحدة واحدة أجيب تبات عجبتني، واحدة واحدة كده لغاية ما جبت كل الحاجات. ولسه عندي حاجات ناقصة محتاجاها. خلي بالكم انتوا هتلاقوا صوتي متغير لان انا عندي دور برد، فكان لازم ان انا اسجل لكم اي فيديو، ان انا انزل لكم فيديوهات عشان ما تنسونيش. تمام. مع ان طبعا القناه لسه جديده فمش عايزاكم ان انتوا تنسوني يعني. خلاص كده. بعد طبعا ما عملت نوتيلا وعملت زبدة لوتس، حطيت بقى كان عندي كده اسمه ايه كيت كات، شوكولاته كيت كات، وكان عندي بقى بسكوت اوريو، وكنت عامله مولدات شوكولاته. حطيت بسكوت لوتس. عملت مربى حليب. فنني بقى. حطيت على الزوايا كده بتاعت الصورة كاندي توت من الأحمر. ما شاء الله اللهم بارك، يعني نطقت التورتاية. وده كان الفيديو بتاعي النهاردة. يا رب بقى الفيديو يكون عجبك، ولو الفيديو عجبك يا ريت تحط اللايك بتاعك الحلو وكومنت جميل منك، وتقولي بالتمام منين. اترككم بقى في رعاية الله، اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.